النهاردة هنعمل كفتة البرغل. معايا كيلو الا ربع لحمة مفرومة، ممكن كيلو على نفس المقادير. ومعايا بصل مبشورة متصفية ميتها، ومعايا عودين زعتر، ممكن زعتر جاف عادي، وملح وفلفل وبيكنج باودر، ومعلقة بهارات كفتة. وهنا معايا نص كوباية برغل مغسول مش منقوع، مغسول بس، ومية البصلة. هنا بقى همسك هنا البصلة المبشورة، مصفيه الميه بتاعتها، بصلايه واحده هحطها على اللحمه. اضيف لهم نص كوبايه البرغل المغسول والمصفي. انا مش نقعاه، انا غسلاه ومصفياه بس. وهنزل ببقيه بقى البهارات، ملح والفلفل وعودين الزعتر وبهارات الكفته ونص معلقه بيكنج باودر ورشه جوز الطيب. ابدا بقى ايه، اعمل عودين الزعتر كده بيدوا نفس حلو للكفته. عندك زعتر فريش حطي اللي هو الزعتر المجفف، هيدي نفس النتيجة. كده انا خلاص عملت عودين الزعتر. هبدأ بقى ايه، اخلط كل المكونات دي مع بعض، عجينة عجنة حلوة كده عشان كله يتداخل مع بعض وتدي طعم حلو، كمان تدي نتيجة حلوة وتمسك معانا على السيخ او الخلة بتاعت الشيش طاووق اللي تحبيه. تصبع معانا كده، هعجن عجنة حلوة لمدة كام دقيقة كده بالمنظر ده. كل ما تعجني فيها هتديكي نتيجة احسن. اقول لكم ان الكفتة دي طعمها جميل، ممكن تعمليها لاولادك جنب شوية مكرونة، او تعمليها شوية جنب شوية بطاطس بيوريه، وتاكليها مع شوية سلطة كده وعيش وطحينة، جميلة جدا. انا بقى هبدأ يعني معايا سيخ هنا، عارفة السيخ دوت، يعني اقول لك ايه، السيخ ده بتاع الشواية بتاع الفرن. يعني أنا مش عايزة اقول لكم ان احنا مش هنعطل نفسينا، هنصب على اي حاجة وبأقل الامكانيات هنشتغل، مش هتقف على حاجة. هنا دلوقتي انا معايا السيخ دوت بصب عليه عادي. انت عندك مثلا صب عليه، عندك خلل الشيش طاووق صب عليها، اي حاجة عندك اشتغلي زي ما تحبي. انا هنا حاطه على ميه البصل معلقتين زيت، وهي خلل ممكن نشتغل بيها. هبدأ بقى هنا ايه، احط في الصينية معايا، وانا بخرج الصبع الكفته كده، احاول ايه ما اكبسوش، اخرجه كده مفرود لايدي بميه البصل. انا حاطه على ميه البصل زي ما انا قلت لكم معلقتين زيت، وكل شويه بس بملس ايدي كده فيها واصبع. بصوا الكفته ما شاء الله متماسكه وحلوه وطعمها جميل، جربوها. اهو انا بخرج كده احاول ايه، اخرج الصباع مفرود مش مكبوس، وابدا ارص كده الصوابع جنب بعضيها، اسيب مسافه بسيطه كده، وابل ايدي تاني بالميه بالبصل بالزيت، واحط تاني الصوابع واصبعها بالمنظر ده، وارص جنب بعضه لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا. زي ما انتوا شايفين كده الكفته ما شاء الله متماسكه. هبدأ هنا بقى اعمل صينية تانية، هعمل ايه، كور للاطفال كده، وبرضك والله الكبار بياكلوها، يعني شكلها حلو وطعمها برضك حلو وفي التقديم جميلة. هنا عملت صينية صوابع، وهبدأ هنا اعمل الصينية التانية كور، تغيير كده ويبقى شكلها حلو. براحتك شكلي زي ما انت عايزة تكملي صوابع كملي، حاجة ترجع لك براحتك. انا هنا جهزت الصينيتين الكفتة. هبدأ هنا بقية المية البصل اللي فضلت معايا، حطيت لها معلقتين صويا صوص، دي حاجة برضك حسب رغبتك. وهبدأ ادهن بيهم الوش كده بالمنظر ده، برضك بيدوا لون للكفتة حلو وتست جميل. ادهن كل الكفتة عندنا، امشي كده بالفرشة على الصوابع بتاعتنا، ونفس الشيء لصينية الكور.
هدهنها برضك يبقى كله نفس اللون ونفس الطعم، حاجة كده جميلة تحفة وريحتها جميلة جدا. مسخنة الفرن عندي وادخل على فرن سخن على الارضية بالمنظر ده، وهي الكفتة معانا استوت. شايفين المنظر بتاعها جميل ازاي؟ لسه هي بتفقفق معانا. هحط بقى ورقة فويل واروح حاطة كده فحمية عشان تاخد ريحة الشوي. انا معايا هنا الفحمية وقعت، بس هجيبها واحطها بردك على ورقة الفويل، وابدأ بقى هنا ايه اغطي عليهم. معلقة زيت كده عليهم. مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، حاجة جميلة تحفة. هبدأ بقى ايه احط الصينيتين على بعض كده. عندي صينية اكبر من التانية هغطيها بيها واقفل بورقة فويل. مش متخيلين الريحة عاملة ازاي، كأن يعني ايه ريحة مشاوي كده قلبت الدنيا. هسيبها بقى شوية كده متغطية، واديني اهو قدمتها معاكم. حاجة جميلة تحفة والطعم ولا اروع، جربوها جميلة جدا. هقطع لكم واحد كده ازاي جميلة ومستوية معانا وهشة من جوه، حاجة تحفة. جربيها يا رب تعجبك. صحة وهنا على قلوبكم.